اهلا وسهلا بيكم في مكاني والشمس عنواني. بكون معاكم انا خالد زيدان كل يوم تلات الساعة 6 علشان يكون معاكم ساعة كاملة من الضحك واللعب والهزار وكمان الأكلة الحلوة. وكالعادة معانا الشيف أماني النهاردة هتعمل لنا أكلة مختلفة، وهي أكلة تصنف من الحلويات. يا ترى هتعمل لنا إيه؟ ده اللي هنعرفه. وكمان هيكون معانا النهاردة شاب مكسر الدنيا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. هم مجموعة اخوات بيعملوا فيديوهات كوميدية جدا، والأحلى إنها لكل الأسرة. كل ده هيكون معايا أنا بس هنا في مكاني. هنطلع لفاصل سريع ونرجع على طول، ما تروحوش في أي حتة. رجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم أنا خالد زيدان هنا في مكاني. وكالعادة هيكون معانا النهاردة الشيف أماني. ازيك يا شيف؟ هلا، ازيك يا خالد؟ صباح الفل. صباح النور. إيه اخبارك الأخبار؟ ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. جاهزة النهاردة؟ هنعمل وصفه سهله جدا، انا بهارتني حلو، ده بصراحة. الأول مرة هنعمل حلو، أو لتاني أو تالت مرة. ده حقيقي. يعني عملنا الكوكيز تالت ودي مرة. هتبقى حاجة برضو كده، صح؟ ايوه. طيب نرحب بقى بضيفنا اللي هيكون معانا النهارده يلا ولا بينا. ايه؟ يلا بينا. عايز اقول لك ان انا النهارده جايب لك مفاجأة بجد والله. يلا وانتوا بينا. كمان مفاجأتنا النهارده من مواقع التواصل الاجتماعي هيكون معانا فيها علي احمد الشهير بعلي، بس للاسف من غير معاذ، وهنعرف ليه دلوقتي حالا. اهلا وسهلا بيك يا علي. ازي حضرتك يا استاذ خالد؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبار اخبارك حضرتك؟ ايه؟ كله حلو؟ تمام؟ الحمد ازي لله. حضرتك؟ عامل اتفضل. ايه؟ الله يخليك. ومعانا طبعا الشيف اماني. ازي حضرتك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله كله شفتي تمام. فيديوهاته يا شيف؟ لا، مش طبيعي، مش طبيعي. ايه رايك بقى امانه؟ لا، في فيديو معين معاذ عامل نفسه ان هو مامتهم وقاعد معاه في العربيه. لا يعني هي تيبيكال كوبي بيست الامهات كلها فعلا يعني. ايوه، لا ده ايوه حقيقي شفته ده. ده شفته. وشويه افيهات، ده قال كام افيه لا هو في في قلش الفيديو ده. بقى يعني ما. ده قال كام افيه كده في النص. ايوه دي ماما، دي اي ام مصريه يعني هتلاقي ده ماما حقيقي. كلهم كده. احنا هنبقى نعرض كده كده حته من الفيديو دوت برده معانا هنا. بس قبل بقى ما نعرض الكلام ده كله ونشوفه، عايزين نتعرف عليك ونعرف مين بقى هو علي. انا اسمي علي احمد. انا بدرس في كليه هندسه ميكانيكا. ما شاء وحوار الله. الفيديوهات ده احنا بادئينه من زمان قوي، بس يعني احنا كنا بنعمل الفيديوهات. استنى بس بالراحه كده، بدرس هندسه بعد كده حوار الفيديوهات على طول. جمبايه سريعه واحده ما واحده. بحبش اتعمق في هندسه قوي عشان ما بطلعش يعني منها بحاجه. لا يعني نتعرف عليك ونتعرف على معاذ وليه ما جاش، وعندك كمان اخ اسمه عمر. صح؟ عمار. عمار. ايوه. وانت اكبرهم. يعني احنا خلاص بقى، احنا دخلنا البيت وعرفنا كل لا نورت الكواليس. والله. فعايزين بعدين نتعرف معانا. عليكم كده واحده واحده وتعرف الجمهور كمان يعني. هو احنا 4 اخوات. ما شاء الله. انا مريم دي الكبيره برضو بتعمل فيديوهات بس اقل بكتير عشان أيوة. يعني الشغل وكده. ومعايا عمار ومعاذ، دول الصراحه معايا في كل الفيديوهات يعني. حلو او قوي. على طول معايا الصراحه، وما عمرهم ما قالوا. وعمار بيدرس ايه؟ عمار لسه في تانية ثانوي. طب هايل ما شاء الله. ومعاذ؟ معاذ بقى في 4 ابتدائي، عشان كده هتلاقيه على طول منطلق في اي حاجه. هو ده النجم بتاعكم، خد بالك. ده الستار ده. ومين اللي بدأ فكره الفيديوهات؟ لا هو انا من أنت؟ زمان جدا. بس كنت عامل الفيديوهات. ايوه. بنتفرج عليها وبنمسحها يعني. طب بنشوف ليه؟ الفيديوهات. لا ما ينفعش تنزل. هي لو آه. تنزل كده هم يمسحوها يعني. هي كده كده الفيديوهات كانت وحشه جدا يعني، لدرجه ان هي تتمسح عادي. ما انت بقالك فيش. قد ايه بادئ فيديوهات كده؟ لا انا من زمان قوي يعني، مثلا بقالي 8 سنين اول فيديو نزلته. ما شاء الله. بس طبعا ما كانش في حد يسمعني، ولا حتى عيلتي كانوا بيعرفوا ان انا بعمل فيديوهات. اصلا. بعدين من قريب الدنيا بدات تظبط شويه من وكنتوا سنة. انتوا من زمان، من ساعه ما بدات انتوا الثلاثه بتعملوا فيديوهات، ولا لا كنت انا لوحدك؟ لوحدي. بعديها شفت بقى؟ انا وعمار. ايوه. بعديها بقى لما معاذ كبر بقيت انا وعمار ومعاذ. أيوة. هكذا بقى. حلو قوي حلو قوي. تعالى بقى نطمن على الشيف ونشوف النهارده هتعمل لنا ايه. يلا بينا. انت ليك في الاكل اكيد طبعا. لا اكيل ايه لبكره. ماشي هنشوف. محضره لنا ايه النهارده يا شيف؟ هنعمل اكله ظريفه جدا. ايوه. هي ديزرت. حلو. شبه الفرنش توست، بيتقدم في كل آه. الكافيهات وكده، بس مش هنعمل فرنش توست بتاع ايد الفرنش توست. اوكي. الفرنش توست بيبقى بتجيب ده توست الحبه الكامله؟ لا لا مش الحبه الكامله. لا، ده توست بريوش معمول بالبيض واللبن وكل يعني ضد الممنوعات. الطيبين كلهم والطيبات. يعني ده في حته معمول لوحده. بكل الممنوعات الصراحه. اوكي ايوه، قولي لنا بقى كده ممنوعاته ايه؟ هو البريوش بيبقى عيش غني ممكن نقول، لان هو أوكي. بيتعمل بالبيض والصفار اكتر من بياض. وعايز اقول لك ان بيتعمل المقادير بلبن. نازله معانا كمان دلوقتي على الهوا. البريوش، بس البريوش نفسه مكوناته مش مكتوبه، ان هو بيتجاب جاهز دلوقتي. أيوة. معظم السوبر ماركتس الكبيره او المخابز الكبيره بتبيع البريوش جاهز. بالظبط. لو مش هتبيعوا اللوف ده اللي هو على شكل التوست ده، اه بيتباع اللي هي لقم الكايزر دي، بس بتبقى بريوش. ايوه. عادي نجيبها برضو ونقطعها من فوق ومن تحت.
بحيث ان هو تبقى اللبابه هي اللي باينه، لان دي اصلا البريوش ده بقى دلوقتي منتشر قوي في المطاعم، ان هو بقى احدى انواع السندوتشات اللي ايوه ده بتتعمل. حقيقي، ده حقيقي. بالظبط كده. عارف معظم البريوش الناس ولا ايه؟ بتعمل بريوش. طبعا. أيوة، البريوش هو- ده احنا يوميا بنفطر عليه. النهارده هتفطر. المهم اكون انا بعرف اعمله، المهم اعرف اعمله. سهل جدا. ايوه المهم هتشوفها بنشوفه. دلوقتي الوصفه هتبهرك يعني، سهله قوي 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 يعني. تمام يا ممكن شيف معاذ معاك. حتى يعملها. طب كويس. اتفضلي كملي. احنا مكونات بسيطه جدا موجوده أيوة، في اي قولي لنا بقى ثلاجه. المكونات ايه هي؟ زبده. زبده معانا العيش بريوش ده هيتجاب جاهز من اي مخبز او سوبر ماركت. سهله. معانا جبنه كريمي مكعبات. ماشي. اوكي. معانا ملح ومعانا فانيليا. حلو قوي. الحاجه بس الزياده اللي هي مش شرط تبقى موجوده في اي بيت، اي نوع من انواع الفاكهه اللي هي من عيله البيريز، اللي هي أيوة. بلو بيريز، بلاك بيريز، سترو بيريز، يعني كل ما هو فيه بيري في اسمه، لان بقى فيه ينفع. سنه حامض كده عشان أيوة. العسل بقى، والعسل الابيض هو اهم مكون معانا في الحلقه النهارده. هاي كتبت يا ابني اللي حصل. انا راجعت، انا تمام. تمام. انا حفظت خلاص. أنا. بس سؤال بقى، هو ليه كل بتوع هندسه بحس ان هم عندهم جانب فني، وده بجد؟ وهنسال الشيف برضه، صح يا شيف؟ والله بحس كل بالكب. المهندسين الخانقه احنا بنطلع كل اللي في والله. الكليه بنطلعه بره يعني خد بالك بجد كتير قوي، وناس مشاهير جدا كمان هتلاقيهم خريجين هندسه بس عندهم دماغ كده، او بيسيبوها وبيبقوا في البيزنس. فايه السبب يعني؟ ايه هم السبب؟ بيخشوا هندسه بيتجننوا. يحصل لهم حالات نفسيه ويطلعوا ينشروها في العالم بقى يعني. لا بيشوفوا بس الدنيا والله بره. يعني بيعملوا حاجات حلوه جدا. انت هندسه ايه؟ انا تخصص. ميكانيكا. ميكانيكا. طب هايل يا عم، دي حاجه حلوه يعني. هي حلوه جدا بس صعبه جدا على قد ما هي. اكيد طبعاً اكيد حلوة، اكيد. بس لا، بس مهندس ميكانيكي قد الدنيا تفتح مصنع. يا رب نخلص بس. افتح اي حاجه. طب سنه كام دلوقتي؟ تانية. تانية. طب لا لسه 3 سنين صح؟ خلاص يلا هانت ربنا اهي. معاك ان يا شاء رب. الله ان شاء الله. جامعه ايه؟ البي اي البريطانيه. طب حلو ما شاء الله. طب يعني هم صارفين ومكلفين، فان شاء الله تطلع يعني كده. نحاول نتعلم على قد ما نقدر. نصرف بالظبط. التعليم. امال ايه بقى الفيديوهات والكلام ده؟ ما الفيديوهات دي بقى تعود لقصه تانية خالص يعني. اللي هي ان انا كنت بعمل ستاند اب كوميدي. بجد؟ ايه ده؟ لا بتهزر. والله. فانا بقى لي فتره مبطل. فانا قررت ان انا لما ارجع عايز ارجع بقوه. اوكي. الفكره جات لي ان انا كنت عايز يكون عندي فانز وجمهور. ماشي. عشان لما اقول ان انا عندي حفله يبقى اضمن ان الحفله ان تبقى شاء سولد الله اوت. ان شاء الله. بس فبدات كده، فلقيت حبه الناس بتتفرج وحبوا الفيديوهات وبتاع. فحسيت ان جدا. انا ممكن اكمل هنا مع طريق الستاند اب برضه. لو عرفت ان انت على تيك توك رقم 1 دلوقتي في الشرق الاوسط تقريبا صح؟ كان ده في حقيقي. فيديو اللي هو فرعون وابليس اللي انا عملته ده من فتره. أيوة. بعتوا لي قالوا لي انت رقم 1 تقريبا. كسر ما شاء الدنيا الله. يعني. طب احنا هننتهز الفرصه، وانا والشيف اهو والكرو كله اللي موجود هنا، فهنشوف حته منك ستاند اب كوميدي. دي الكاميرا بتاعتك، فاعمل لنا كده ايه واحده ستاند اب، واحنا هنشوف بقى هنضحك هنعمل ايه. يعني كل اللي موجودين انت هتشوف رياكشنات اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا، وانا هقول لك اللي في الكنترول. ايه رايك؟ يعني لو كده ماشي، ما عنديش اي يلا مانع. بينا اتفضل. اقف هنا ولا وانت قاعد ولا عايز لازم تقف؟ يعني انا عشان طب استنى يا استاذ مدني، بنحيي حضرتك الاول. هو بس عايزينه يقف في مكانه ولا يقف فين؟ اتفضل. احنا معاك بقى دلوقتي، وادي كاميرتك واهو والجمهور، وضحكنا. يا رب. يلا. بسم الله. بسم الله الرحمن مفيش الرحيم. اي تحضير ولا اي حاجه. دي ولا هتطلع اي كده دلوقتي. على طول ودي. ما هو ده الستاند اب كوميدي، مش المفروض يبقى مرتجل كده بقى وتطلع اللي في دماغك. بالظبط. ماشي. انا من فتره نزلت هنا مصر قريب، وكنت اول مره اركب مواصلات. فانا قررت ان انا هركب مواصلات ميكروباص عادي من موقف انا رايح في حته. فانا رايح، انا ما اعرفش النظام ايه ولا الا اللي بيحصل. فبفتح الباب اللي قدام، لقيت بنت ما شاء الله جميله جدا، اللي هي من التجمع وربنا سخط بيها، اللي هي نزلت 3 4 طبقات مره واحده. فقلت لها معلش ممكن تتاخري، انا عايز اقعد. بصيت لي كده بقرف، قالت لي سوري، انا ماما قالت لي ما تقعديش جنب رجاله. قلت لها انا لسه متخانق مع مامي الصبح، قالت لي ان ما خلفتش رجاله، فانت ممكن تتاخري عادي اقعد جنبك. فالمهم ان كلمه مني على كلمه منها فشدينا. فجالي بقى السواق هو جاي، انا اصلا هو وشه عينين الاتنين مش قصاد بعض، هو خارج من فيلم رعب، وحاطط حاجات كتير قوي في بقه، وحاطط موس هنا وموس هنا ومطو هنا وقرن فلفل، حاطط حاجات. يعني هو مش بيتكلم، هو بيشخلل. فجاي بقى بيقول لي ايه هو في ايه؟ قلت له ايه انا عملت ايه؟ قال لي بتعاكس البت ليه؟ قلت له احنا بنتكلم كده ليه؟ يعني حسيت ان ممكن نتكلم طبيعي. فالمهم ان انا ركبت معاه، فطول الطريق هو بقى عينه الاتنين مش سليمه، فعين باصص على الطريق وعين باصص عليها. فعمال بيحكي لها بقى على مغامراته، بيقول لها انت عارفه انا مره وانا راكب الميكروباص ده
اتقلب بيا 7 مرات. انا بقى راكب ورا وكل اللي في دماغي 7 مرات. هو مين اللي كان بيعد؟ يعني هو بيتقلب جوه عمال واحد، القلبه الثانيه، القلبه الثالثه، فمش منطقيه برضه. لا بس مش محضر بس حاجه كده تاني لا اللي جه في حلو، دماغي، برافو. مش عايز احرق. شجعوه يا جماعه، شجعوه، كل موجود يشجعه، يلا. مش عايز برافو برافو برافو. حلو. انا مش عارف بقى التشجيع ده هيجي ايجابي معاك يا رب ولا يجي لا، إيجابي. ان شاء الله. هنشيل الحته لو يعني سالت. لا أي إزاز دي. مش قصدي، يعني انت ونصيبك بقى، يا رب. والشيف مجربه وخلاص بقى موضوع ترندي، فاحنا كده كده هننزل هذا المقطع وخير ان شاء الله. يعني اتمنى. لا بس حلو والله. كنت عايش فين بقى؟ انت فعلا كنت عايش بره؟ كنت فين؟ قاعد في سلطنه عمان. اوكي والله. تصدق جايب على عماني، يعني تخيلتك قد دلوقتي عماني؟ بالجلابيه والعمة؟ والعقال. انا كده صعيدي عادي. لا لا أي بتاعتهم حاجة. يعني. والله شكلك ملامحك تجيب شويه عماني. ممكن اصدقني عشان ما حلقتهاش تقريبا، بس بس هو برضه العيشه هناك لا بتفرق. لا مع بس 15 سنه هناك. ما شاء الله. إنجاز. ده انتوا لسه جايين من قريب بقى. ماليش 5 سنين، مش كده بقول لك انا نازل آه. اكتشف البلد بقى، يعني انا نازل ابدا وايه بالميكروباص. رايك؟ احلى بلد في لا الدنيا أديت طبعا. طبعا، لا ام الدنيا والله. مفيش كلام، ده لا كده لا كده. يعلى عليها الصراحه. طب والله حاجة هاي. الدنيا. طيب قولي بقى عن الفيديوهات اكتر. انت برضو قلت لي ان انتوا ما بيبقاش وليد اللحظه، وبتحضروا وبتكتبوا سكريبت، يعني في قصه حقيقيه ورا ان الفيديو يطلع بالشكل ده، صح؟ حصل. اتفضل. انا هعترف اعتراف صريح دلوقتي لاول مره أيوة. ان كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي الصراحه يعني هي فيك. ما كنتش عايز اقول كده عشان ما اخسرش، بس هي فعلا يعني حضرتك الدقيقه ونص او الدقيقه اللي انا بنزلها دي بتبقى تقريبا ساعتين تصوير وكتابه والحاجات دي كلها. حلو. فهي بتنزل وفي طبعا لقطات بتبقى وليدة اللحظه اللي هي جت في ساعتها، ودي أكيد. بتبقى حلوه. بس هي الحاجات كلها بقى بتبقى احنا كاتبينها ومتفقين عليها، بس هي بتطلع ايه بتلقائيه. فهي أيوة. لما تتقال وانا عارف ان هو هيقولها انا بضحك بجد، اللي هو انا ما كنتش عامل حسابي ان هي تتقال بالطريقه دي، او انا هقول له المعلومه بالطريقه دي. أيوة. بس فنضحك احنا الاثنين ومش عاملين حسابنا ان الفيديوهات هتبقى كده. بس ده حلو جدا، وده مش فيك على فكره، هو ده احدى انواع التمثيل، ان انتوا بتكتبوا سكريبت وبتحضروا وبتعملوا مشهد كامل، فهو بيطلع كده. فمن كتر ما انتوا بتندمجوا في الشخصيات اللي بتعملوها، وان كانت حتى كوميديه او فانتازيا او بس ده تمثيل، فدي حاجه حلوه مش وحشه يعني. ايوه انا فاهم حضرتك. وبعدين انا بشهد لكم ان انتوا بتعملوا محتوى محترم لكل الاسره الصراحه، ما فيهوش اي حاجه خارجه، ما فيهوش اي حاجه مسيئه، بالعكس ده في معلومات كمان، وجالكوا اعلان من شركه ما، وشركه مش احسن حاجه يعني، وانتوا اعتذرتوا ورحت عامل عليه فيديو. فبصراحه كل التقدير والاحترام يعني حقيقي. ربنا يخليك والله. وكلموني كذا مره عامه الشركه دي لاجل ان هو ايوه كل مره يعلوا السعر. يعلوا لا السعر. والارقام أيوة. بتبقى مغريه بشكل يعني لو خلاص يا رب سامحني بقى. ما كانش مره يعني اعملها وخلاص. لا والله بس بيبقى برافو. ساعات في رساله يعني. ايوه ده حقيقي. واكبر دليل برضو الشيف تقدر تقول لنا ان هي دخلت وشافت فيديوهات وشافتها من قبل كده. فانت بقى كأم مصريه ايه رايك في المحتوى عموما؟ لا لذيذ، يعني حاجات مفيش اي حاجه خارجه، ودمهم خفيف وبيحكوا حاجات حقيقيه. يعني هي كل الفيديوهات كلها مواقف اسريه كوميديه بتحصل في كل البيوت بالظبط، المصريه في كل يعني. بيت مصري حقيقي. دي احلى حاجه بصراحه. وبعدين باين التربيه، فتحيه للوالد والوالده من هنا بصراحه على ان هم مطلعين شباب زي الورد. الله يخليك. حاجه حلوه قوي يعني بامانه. لا هو دي اكتر حاجه. لا عامه برضو كانوا بيشوفوا الفيديوهات وهم يعلقوا. اوكي. يعني اللي هو قبل ما تنزلوها. كانوا يشوفوا يعلقوا. يعني مثلا ممكن بابا يقول لي لا انا مثلا لو عندي عيل غيرك مش هكون عايزه يتفرج على فيديو زي ده مثلا. أيوة. لو في واحد قد معزز مثلا ما ينفعش يشوف فيديو زي ده، بنت ما ينفعش تشوف فيديو زي ده. فاحنا حلو. محافظين على ان كلهم من اول سن 3 اي رقم أيوة ما يتفرجوا شاء على الله. الفيديو وهم مبسوطين. طب والله شايفه التربيه يا شيف؟ يعني اعتقد انت مبسوطه جدا دلوقتي. هنطلع لفاصل سريع ونرجع على طول، ما تروحوش في اي حته، فاصل اعلاني وراجعين. ورجعت لكم بعد الفاصل ولسه مكمل معاكم. انا خالد زيدان هنا في مكاني، وبصراحه قبل الفاصل كان علي موقعني من الضحك، فعلشان كده هنطمن على الشيف اماني. عامله لنا ايه يا شيف؟ عامله لكم النهارده توستد بريوش. ايوه ما احنا عارفين وصلنا لحد فين. لا احنا هنعمل وصفه كلها لايف لان تقول إيه لنا ده؟ تيك 10 minutes. بجد؟ والله. لا يبقى نلعب بقى. يلا نلعب بينا. لعبه بعد كده نيجي معاكي بقى نشوف الوصف. يلا بينا. جاهز يا علي نلعب؟ يا علي يلا بينا نلعب؟ علي يلا بينا. نلعب لعبه حلوه قوي دلوقتي. اسمها ايه بقى اللعبه دي؟ ايوه بص هي اللعبه دي بطلع لك صور هنا، والشيف هتشترك معانا النهارده تمام. عشان احنا الثلاثه بس.
فالصور دي بتكون لرموز مصريه اثرت فينا بقى، سواء في الادب، في العلم، في التمثيل، بس هم كلهم مصريين على مر العصور يعني. تعرفوا ولا اعرفك عليه دلوقتي حالا؟ دلوقتي بقى يطلع الصوره سهله دي، طبعا يا شيف عارفاها. اكيد طبعا يعني. عارفاها، ها بقى كده عارفاها. اصل يعني- مين ما يعرفهاش طبعا ايوه، الاستاذه القديره ما تعرفهاش انت كده. شاديه مثلا، يا نهار ابيض، سعاد حسني، هند دنيا رستم سمير يا غانم. حبيبي، خلاص خلاص. ايوه هند رستم طبعا عارفها انت والله. بجد مالكش في الابيض والاسود؟ لا يعني مش اللي هو يعني اللي بعده عرفني ولا اعرفك عليه. يعني هنشوف دلوقتي وهيتحكم عليك، وسهله دي جدا بقى. هي دي بوسي؟ لا دي مغنيه. ايوه صح. اه لا هي بتغني مع الليسي. لا خالص. ما بتغنيش مع الليسي؟ لا والله، دي قبل ما الليسي يظهر اصلا مالهاش علاقه بالليسي. اطلاقا. يعني ليها اغنيه مشهوره قوي هقولها لك، اللي هي داليدا مثلا. لا بص، هي عملت فيلم واحد في حياتها كان مع يوسف شاهين، وغنت اغنيه لمصر كانت حلوه قوي. كان اسم الفيلم اسكت هنصور، واللي هي كانت بتغني تعرف تتكلم مصري كده. ايوه طبعا الاغنيه. ايوه اغنيه حلوه وليها جدا. بقى برضو اغنيه تانية مشهوره فاكراها؟ شوف الاغنيه بتاعتها اللي هي كانت عاملاها فيديو كليب اللي كان مشهور قوي ده. لا هي كل اغانيها انا بحبها اللي الصراحة. ايوه ارجوك اوعى تغيب. ايوه انت عارفاها يا شيف صح؟ أيوة طبعا. اكيد يعني مين مش هيبقى عارفها. انت بتلعبيش معانا ليه؟ لا انا عشان عارفاهم. عارفاهم. ما هو انت المفروض طب تعرفهم. ما انا عارفهم خلاص. حتى دي اللي لطيفه جاوب بقى. حضرتك. والله أول مرة دي أشوف شكلها هنا لطيفه. انا عارفها طبعا. يعني انت لطيفة. كده ما جيتش خالص. طب صح؟ نحط لك مين طيب عشان تبقى عارف؟ نجرب اي اللي حد بعدها انا بجيب كده. اي اجابه. اهو. لا دي صعبه يعني. اللي صعبه ايه؟ جورج عشان وسوف تحطه صغير مثلا. قوي، طب حطه هو كبير شويه. طب بص الراجل ده جورج يعني كان وسوف. بيمثل من ايام زقاق المدق. جورج وسوف ايه بس؟ ما كانش بقى. طب هقول لك شفت فيلم الراقصه والسياسي؟ مش عارف حضرتك شفته طيب؟ اكيد مصر كلها شافته. نبيلة عبيد برضو. طب بجد اجيب لكم تامر حسني بعد كده ولا اعمل ايوه ده ايه؟ سهل ده. ده صلاح قبيل، ممثل هو ده مصري. كان شكله يعني انا مش حاسس ان انا شفته قبل كده وهو صغير. لا ده يعني مثل مع شادية ومع عمل اعمال مهمة جدا كمان وهو صغير يعني. يعني ده بقول لك عمل حاجات بقى لنجيب محفوظ، انت متخيل؟ يا نهار الصورة اللي نجيب بعدها محفوظ. والله سهل. احنا بنهزر ليه؟ والله العظيم. انتوا جايبين تهزروا معايا. استاذ عزت العلايلي. تعرفش والله استاذ عزت ده العلايلي؟ ظابط في كمين يعني. ما هو كان ظابط زمان فعلا. تعرفش بجد ولا اي حد من الناس دي اتفرجت على لا انا التلفزيون؟ عارف لطيفه لطيفه. بامانه اللي هي كانت بتغني مع الليث. لا ده لطيفه اللي مع الليث ده عارف. بس طب لا، يعني ده- اعتقد في صوره اخيره. سهل موت. ليه سهل؟ والله عشان بجد. ده راجل جامد جدا. يعني اصل شبه سمير غانم جدا بس ما اظنش ان هو لا مش سمير غانم. لا ده كان شرير قوي. جدا. ده قبل الابيض والاسود. لا والله. الصوره خد بالك ده اصلا فيلم بالالوان. كمان شفت بقى؟ طلعتوها لي ابيض واسود. ده اعتقد حافيه على جسر الذهب. عارفاه يا شيف؟ ان شاء الله حضرتك حكي معلومات. ده عادل ادهم يا ابني. ده كان شرير قوي زيه زي أيوة. محمود المليجي كده زمان كان بيطلع شرير. عادل ادهم ده تمانينات سبعينات ستينات ده ايه؟ تسعينات. تسعينات. حاسس ان انا محتاج اتفرج على التلفزيون شويه يعني. كتير جدا. محتاج اقوم من على الموبايل واقعد على التلفزيون. يعني انا بقول لك انت تعمل الستاند اب كوميدي المره الجايه بتاعك يكون عن الناس اللي انتوا ما تعرفوش عنهم حاجه. محدش هيضحك. لا والله عشان العظيم أعرفه. يعني هتطلع بس انت حاجات لان الجيل بتاعك ده ما يعرفش الناس دي كلنا خالص. أبيض خالص خالص فاهم. انا كده والناس دي كان عندها افيهات رهيبه فبجد انصحك محتاجين والله. نتفرج عليهم والله. انا كنت لازم لسه جدا. هقول له ده هيطلع لك ده بالذات عنده ماتيريال كتيره جدا. افرش بيها لقيت ده حقيقي يعني. وبعدين كان ممثل جبار حرفيا جبار. فاحنا دلوقتي المفروض نحكم عليك احكام عشان انت ما عرفتش اي حاجه. انا انت المفروض تحكم عليا بالاعدام بعد اللي انا عملته ده. مثلا ده يعني اقل حاجه. وارد برضو. فانت بقى ممكن تعمل لنا ايه؟ تغني مثلا؟ ايه رايك؟ يا سلام نغني. يا احب الثقه. طب انا اطبخ احب الثقه. لا اطبخ ولا اغني؟ هتغني يا منعم. خلاص هتغني. أنا- عاشق للغنى الصراحه في هذا البرنامج. انا انا اصلا صحابي المفروض بيقولوا لي انت في لجنه ذا فويس. انا امي برضو بتقول لي انت فاحنا لازم دلوقتي تغني. انت ما تغنيش تاني بس. انت بصوتك ده بقى تغني لجورج وسوف. كمان. يا سلام
يعني عشان براحتك ندار بقى. على العالم طبعا. ماشي اتفضل. تحب حضرتك حاجه معينه لجورج وسوف؟ لا سمعنا انت بقى زي على ذوق. على ذوقي. يلا بينا. عايز نبره صوته كمان؟ ياه ما اقولكش. انا اللي ما بقولكش والله. صدقني. براحتك. يا بختك يلي صاحي الليل مادام كان السبب واحده، ومين يقدر ينام الليل وهو خياله مع واحده؟ في ناس بتنام على 11 او 12 وناس واحده، وناس في الحب في اليوم كله ساعه واحده. مش هقولك برافو. انت ما ينفعش تقول. اكيد عارف كلام الناس. لا وهي دي حلوه يعني، ممكن بقى شخصيه تانية، ايه رايك؟ او تعمل لنا حاجه تانية. اعمل لك محمد فؤاد. ما حلو. مش محمد فؤاد. يلا. حلو جدا حلو. ودي محمد فؤاد. انا حاسس انها هتحبس بعد. لا لا خالص هيرفعوا بالعكس. عليا. هات الزف. يعني مش هتحس. اكيد هات يعني. الزف. ممكن محمد فؤاد مثلا. يلا بينا. حتة عندك محمد كده فؤاد. بينزل بنبره اللي هو اكنه لسه أيوة. واكل ايه. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت فين حبيبي يا حلم عمر عشت كله بستناه. هو قلب خليجي كده. ده مش الفرقه عليا صعبه وازاي ايه ازاي شكرا نكتفي بهذا القدر. شكرا جدا. ده حلو قوي كده كده يعني، ده كده هايل الصراحه. وخليك في الستاند اب كوميدي والفيديوهات. ابعد ولا غنى ولا ابعد أفلام؟ ابعد عن الغنى ده تماما. وانت هتعرف لوحدك ما تقلقش. انا خايف. يعني لا ما اصل تخافش انا صوتي خالص. من هنا خايف يعني. بالظبط. يعني الشيف برضه تقدر تقيميه يا شيف، ايه رايك؟ لا انا تمام. قيميه 0 من 10. ايوه هو اللي هيضرب الكريمه. وعلشان نشوف مين اللي هيضرب الكريمه هنطلع لفاصل سريع جدا، وهنرجع كلنا في المطبخ مع الشيف اماني عشان ندوق بقى ايه الحلو بتاعنا النهارده. لسه مكمل معاكم انا خالد زيدان هنا في مكاني، وكمان معانا الشيف اماني، هلو خالد. وكمان معانا علي اهلا وسهلا. وقاعد بيعمل بعمل الكريمة. حكمنا عليه يعمل الكريم. بالظبط شاطر. حكمنا عليه يعمل بيضربها ضربا الكريمه مبرحا. جدا. طيب يلا نعمل بقى الصوص. طلعها قدام شويه يا علي كده عشان نشوفها يا علي. ايوه برافو. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا شيخ؟ طيب احنا اول حاجه هنعمل الصوص بتاع الوصفه اللي حلو هو هاني باتر. خليها يا ابني قدام عشان نشوفها وانت بتضربها جامد. ايوه كده. وهنا واثقين معلش فيا؟ يا شيف. هنعمل احنا ايه بقى؟ بنعمل هاني باتر، ده أوكي. الصوص بتاع الوصفه. اوكي. ماشي عباره عن ان احنا هنجيب الزبده ماشي وهنسيحها على النار، اوكي. عايزينها تبابل كده شويه. اوكي يعني تعمل لك شايفين هي بتبابل دلوقتي، أهي. اي بتطلع فقاعات صغيره. ايوه هنقوم حاطين بقى. مع الزبده عسل. ايوه قد ايه عسل؟ معلقه صغيره. ماشي. اوكي معلقه صغيره عسل مع قد ايه زبده؟ دي معلقتين زبده، بس انا عامله مع معلقتين مزوده الوصفه زبدة. يعني الناس تلتزم بالوصفه اللي على التلفزيون. ماشي. يعني بس هي- انتوا المقدار اللي موجود دلوقتي على الشاشه ده يعمل كام واحده بريوش؟ يعمل واحده بس. يعمل واحده. ايوه فانتوا بقى قيسوا على اللي احنا هنعمله. بالظبط. وهنحط رشه ملح رشه ملح خفيفه. عشان انت بس كمل إيه؟ زي ما انت. انا تمام. انا بضرب للصبح. بالظبط كده. بتاع ده البوظه عقابة. اتعورت معايا. معلش. ونقعد نقلبهم لحد ما يدوبوا. هنسيبها بس 20 ثانيه. حلو. اوكي عشان بس يعني الصوص كله يمتزج، ماشي. تو ميكس اب يعني. اوكي خلاص كده زي الفل. هنشيلها بقى ايوه وننزل الزبده في الطاسه بقى اللي هنسوي فيها البريوش. ماشي اوكي بس احنا عايزين ده بقى الصوص نشيله اوف فاير. تمام. عشان ايه؟ ماشي. دي كده خلصت استوت. اه حلو. احنا بس عايزين الصوص الزبده تعمل مع العسل. ماشي. اوكي دلوقتي بقى اها. هنعمل اسهل خطوه، الا وهي ان احنا هنجيب البريوش ونحطه في الزبده. بس كده. اه زي التوستر يعني. زي التوستر بس احنا هنحطه في الزبده. ايوه. هو البريوش اصلا مليان زبده ولبن وبيض اوكي. يعني هي اساسا حته عيش محمله قوي. ماشي. ده حقيقي، فعشان كده كنت لسه هسأل علي. هو ده يا علي البريوش. ايوه. وهوريهولك اهو اكتر. هذا هو البريوش يا جماعه، للي ما يعرفوش لكن هو اكيد متعارف عليه. اهو هو زي التوست بس اسمك. صح يا شيف؟ ايوه لا احنا مقطعينه سميك. احنا مقطعينه سميك بس هو هو بيجي قطعه واحده طويله كده. ايوه زي الكيك. بالظبط. اهو. او زي قالب التوست يعني. ايوه. هذا هو البريوش.
فاحنا دلوقتي اهم حاجه عندنا ان البريوش يتعمله توستنج كويس قوي. ماشي. طيب انتل ما البريوش يتعمله توستنج، ماشي. احنا كان معانا جبنه كريمي كان معانا أوكي. جبنه كريمي. ضربناها ضربا مبرحا برضو، اوكي. وهنحط عليها معلقه عسل. ماشي. هنعمل كريم تشيز فروستنج بالظبط كده. بالعسل. كريم تشيز فروستن. ايوه. ماشي يا جماعه، ننزل لكم الترجمه دلوقتي. علي انت او معانا يعني ولا ايه؟ كريم، وهنحط انا تمام جدا. بجد. انا عندي سؤال بس، ها. هو الكريمه بننزل بيها امتى؟ لما تجمد. انا ولا الكريمه؟ انتوا اللي هي جامده جدا اهي والله. معلش يا شيف، اخر رشه دي كانت ملح برضو. لا دي فانيليا، فانيليا. ودي اختياري بس انا بحب احطها، بتدي طعم لذيذ قوي. اوكي. معلش يعني أوكي. احنا هنا بس برضو بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنمكس الجبنه الكريمي في العسل. معلش هنحط ايدينا قدام شويه عشان نشوفها. ايوه. بقى اي حاجه، لو في مضرب صغير هي المفروض تبقى دي انت كريمي معلش كده. انا عايز بس اراجع معاكي الحته دي تاني. دي كريم تشيز اوكي. اللي هي الجبنه المكعبات او تمام. جبنه ماسكربوني. اللي انت قلتي عليها في الاول. ايوه. حلوه قوي. اوكي، ضفنا عليها عسل ضفنا عليها وفانيليا. عسل وفانيليا. محطوطه في الوصفه اللي مم. طلعت على الشاشه، تمام. اللي هي الصوص الكريمه، اوكي. صوص الجبنه الكريمي. حلوه قوي. اوكي، يعني شايفه هي عامله ازاي؟ خطيره الصراحه. احنا كده ايه دي كده واو. كريم تشيز كريم تشيز اللي هي بناكلها في مطعم معروف جدا جدا. احنا معانا كده اهو. كنت قولي لي بس مش مشكله، انا بحبه سيكا ملسوع كده ناشف. اتس اوكي، بالظبط. ما تعملش كله. حلو قوي قوي طيب قوي احنا قوي. عايزين نحط اضرب مور جامد. زبدة. اهو انا بس باصص على وبنحط بقى كمان زبده تاني تحت. هنحط مور زبده بقى عشان خلاص ده شرب زبده. اه. اوكي، فهنحط زبده تاني. هو بيبقى فلافي كده ولا يبقى ناشف؟ انت هتاكله هتلاقيه زي الكلاود، الله. زي السحابه. ايوه. كمل ضرب كمل ضرب. يلا يا علي، عايزين نخلص الوصفه. يلا يلا الكريمه خلاص اهي خلصت. ده ما بتاخدش وقت. وبعد كده بقى بنطلعه دلوقتي، نقدر نطلعه. لا محتاجين ان هو يبقى توستد كويس، يعني ده اكشلي على فكره دي مش محروقه، دي توستد لا كويس. ده هو كده معمول كويس. انا بقول لك احنا انا بحبه عايزين كده الصراحه. توسته كويس. ممكن تقليل النار شويه. علي بتعرف تطبخ؟ ما اقولكش زي الغنى بالظبط. شكرا. شفتني بالغنى خليك في الهندسه. انا بقول يعني إن خليك في زي الهندسة. الغنى برضه. ايوه. هنحط زبده تانية يا شيف. ايوه ماشي. هي اصلا دي. التوست او البريوش بالزبده لوحده خطير. كده تمام يا شيف. تحفه، ده انت هايل. يو تشيرند تو ماتش، ده قلبت زبده. اوعى بقى. دي حاجة حلوة ولا عملتها حاجة وحشة؟ جامد. لا يعني مش عارف برافو. أنا عملت إيه يعني طيب؟ مش برافو. تقول طيب النت. ماشي. قعدت ليه لغايه ما تجمد؟ انا ده اتجمدت. لا لا مش اكتر من كده. حلوه. طيب يلا بينا. نطلعها بقى. هنشيلها ماشي. اوف فاير بقى هنا. اوكي. اوكي. يلا بينا. معلش اسم الوصفه تاني ايه كلها على بعض؟ بريوش بريوش بالجبنه الكريمي. بالجبنه الكريمي. لا يعني انا عايز اروح اشتريها عند مكان اقول له لا إيه مش بريوش هتشتريها، بالجبنة مش الكريمي؟ هتلاقيها في مكان، هي اصلا ما بتتعملش بتتعمل- ديزرت بره. بتتعمل كفرنش توست. فرنش أوكي. توست بقى بيبقى مختلف شويه، اوكي. يعني بيتعمل في بيض ولبن وكده، بس هو ده مهم. بيغني عن البيض واللبن لان هو اوريدي اصلا في محطوط. كل الحاجات. بالظبط. حلوه قوي. هندوق دلوقتي وهنعرف كل التفاصيل يا علي. وايه خطوتك الجايه يا علي؟ الطبخ ان احنا لا. نخلصها ونحط نحط الكريمه اللي انا بقالي ساعه بضرب فيها دي. طيب احنا دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل هنحط إيه؟ الكريمه مع حته الحاجات الاولانيه. مع الجبنه. اوكي. اوكي بالعسل. ماشي. طب احنا مش هنطلع دول بقى عشان نحط غيرهم؟ لا ولا ما هي خلاص كده. خلاص كده ايه؟ هما دول مش هنكمل بقيه البريوش ده؟ لا ما عشان عايزين ناكل للناس اللي معانا هنا. كل الناس ندوقهم. هتاكل يا باشا. بجد ماشي. المهم احنا الاول. يعني طالما انا هاكل خلاص. فبعد كده يعني احنا هنطلعها بقى ونحطها عليها. ايوه. اوه. طبعا احنا عندنا هنا بقى الصلصه دي ايوه. اتعملت كده خلاص. حلو قوي. ده اللي اول كانت ما بنطلع البريوش. اوكي. ماشي. بنقوم عايزين نطلعهم بس قدام شويه كده عشان نشوفهم كويس. أوكي. ايوه. عايزين بقى هنحط من الصلصه دي اوكي. اللي هي اكشلي زبده. اه هنسقي حته صغيره قوي. جدا جدا. ايوه في البريوش كده. ماشي. سلام. انا متشوق جدا يا علي. الريحه حلوه عامه من بجد. عندي. انا مش شامم من هنا قوي. انا شامم من هنا. زبده بلدي. دي ريحه الزبده. يبقى البريوش ريحته تحفه والله على كده. ايوه ما هو البريوش بقى معمول بزبده ومعمول بالزبدة لا بقى. لا هو شكله كده كريمه.
اوعى. طبعا انت ضربت الكريمه زياده عن اللزوم، مش مشكله. الحمد لله. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه. احنا حاجه متوسطه. بس دي لا انا معبيه. قلت غني لنا اغنيه كمان. احنا بنطبخ. ده سلام. بس كده. يغني اغنيه لايه؟ بيطلبوا بزياده للفاكهه. الفاكهه. للموز بيقول لك لو عندك اغنيه للموز. في العنب الموز دي مش عارف نزلوا لها اغنيه ولا لسه ده والله. بقت ايس كريم كده. ما هي بقت ايس كريم، احنا عايزين بس ايه I أوكي. need to taste it. او تمثل، ايه رايك تعمل مشهد تمثيلي؟ عامل ان انا بطبخ. حاسس دي دقت دي. جدا، احدقت. عملها زبده. حط عليها عسل تاني. اه ودلوقتي عرفتوا برضو لو اتضربت جامد زياده عن اللزوم بالمضرب بتاع الايد او مضرب الخفق وزادت، خلي بالك. هي حلاوه الوصفه دي ان احنا ممكن لو ملحت نحط عسل. احنا بنقول لهم نزود عسل. ايوه حلاوه نزود الوصفه دي ايه بقى؟ ان احنا هتقدر عايزين بس تظبطها. نطلع قدام شويه عشان نشوف ايوه كده. يعني لو حدث زياده بنحط عسل. ايوه ماشي. فهي بقى لو أيوة. مملحه بنحط ايه بقى؟ حضرتك عارف يا استاذ خالد؟ أنا طبعا. ممكن اسالك ايه بقى؟ لو مملحه بنحط ايه؟ عسل. انا لو بطبخ احط صباعي. لا 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 لو في بتبقى بمسك ملح إيه؟ كتير بنحط بطاطس. نحط نحط عليها بطاطس دي بقى ده في لا، الحاجات بطاطس ايه ده في التانية الطبيخ؟ علشان إيه لا، مش يبص في الملح. محدش قال لي فين. لا في قال لي الطبيخ في بس. المطبخ عادي. يعني لو المكرونه ملحت هتحط عليها بطاطس؟ تبقى خطيره. لو حد عملها قبل كده. لا نجرب. بص احنا ظبطنا اصلا كمان لما زودنا العسل ظبطت شويه عشان انت أيوة. عملتها زبده فهي كده بدي إيه؟ دوق. ثانيه هدوق انا الاول عشان ايه. ماشي. ها مم. حلوه كده. مم. ننزل الزبده اللي انت عملتها دي. ننزل بالزبده اللي هو طب عملها انت ما دي. سالتنيش ازاي بقت زبده؟ ازاي بقت ازاي زبده؟ بقت زبده؟ انا جالي فضول عامه. انا بحاول اعرف انا عملت ايه يعني. طيب هي الكريمه دي او كريمه أيوة. الخفق دي عباره عن القشطه، لبن كامل أوكي. الدسم. اوكي. اوكي، فاللبن كامل الدسم لما بيتضرب قوي بيطلع بيزعل. زبده. والله بجد لا دي حاجه تانيه بقى. لا والله. انت هيطلع بره خالص. صح؟ والله العلم طلع طبعا. وانت فاكر ليه ايه؟ علاقه بالطبخ قوي. اخر حاجه بقى هو نقوم الكريمه حاطين- كده كتيره ولا عادي؟ لا عادي. اوكي. نحط بلو بيريز اوكي. زي ما احنا عايزين بقى. ندوق بقى. ندوق بقى. خدتش وقت انت الصراحة. عشان الضيف دوق بسرعه عشان انا ادوق أنا الاول. هدوق- اخده وانا ماشي ولا لا بسيبه هنا؟ ادوق. هدوق. هدوق. ماشي إيه حالا. الدوق الدوق بايه؟ مش بإيه؟ متصرف بقى استنى، عندك دلوقتي. استنى. هدور لك على حاجه. خلاص هاكلها في البيت مش مشكله. بقى ابعت لحضرتك. اقول لك الاكل بعت ده احمد. فيدباك. اقول لكم على طول إيه اول رأيك؟ اروح. دوق ودوقني معاك. بس كده عينيا. طب احنا ممكن يا شيف نعمل دول هنا ونحطهم كده، ايه رايك؟ يلا بينا. يعني عايز تحطها هنا؟ نعملهم هنا ماشي. عشان ايه، وكمان نقطعهم علشان ايه يبقى سلايزز كده. بس استاذنك نعمل واحده. ما حاضر. مفيش هخش. زبدة. مفيش هنا الزبده خلصت اوكي. عشان كده مش هنحطها. هينفع تعملها. استنى انا هعملها بس لك. anyways هنعمل دول. ماشي. ايه يا علي ما تدوق، احنا كل ده على مستنيينك فكره يا دوق بابا. عادي. انتوا هتاخد عليا. بلو بيري والكريمه وحته بريوش. بريوش. استني هعمل لك دي والله هجيبها لك. هديها لك حته. حطها هنا اهو اهي كده. نحاول ما تاخدش الحته المحروقه اللي عندنا. هقول حلوه من غير ما ادوق. لا قول الحقيقه لانها لا، كده الصراحة؟ هتطلع حلوه. ماشي خلاص. حط دي كمان معاهم اهي. احنا عايزين شويه كريمه. ايه قول. رايك؟ هات انا هقول رايي انا والله ما اعرفش ده ايه بس هو عجبني قوي. بجد. يا جماعه اهو ده مش الشكل عارف أعمله في النهائي. البيت. لا ليه ما احنا عملناها الشكل كلها النهائي. قدامك دلوقتي. انا كنت بضرب كريمه ما اهي. ركزتش. ما شفتش ماشي. عملتوا ايه. ما كانتش وهما دلوقتي بيتكلموا. هاخد بقى حته كده اهي كامله هنعمل خطيرة. تاني. نعمل بجد. تاني اهو. لا ثانيه خطيرة واحده اجرعها لكم اهو. بصوا شكلها كده. شكلها كده اهي. بصوا يا جماعه الحلويات. ويلا القطر رايح فين؟ دوق دوق بسم ولا الله لا؟ الرحمن الرحيم. اهو. سخنه لسه. لو ركزت هتلاقي حلاوتها في ان الكريمه ناشفه شويه. ان الكريمه بزياده. هي احلى حاجه فيها الكريمه عامه. ده حقيقي احلى حاجه فيها الكريمه فعلا.
الكريمة جس حلوة وات أوي. انا اللي عاملها يعني أنا عامل الكريمه بس ما هي الكريمه هي الوصفه، هي الوصفه عباره عن مم. كريمه. يا صح. مم. انا ممكن اكمل اكل؟ ماشي. اه طبعا. كمل سلام. اكل. انا وانا برضه. كمان اكمل اكل. لا حلوه قوي يا شيف، وسهله ولذيذه، والعسل مش قوي قوي فيها، فبصراحه لا شكرا يعني. احنا شكراً، معانا اخر شكراً. واحده اللي انت طلعتها دي، ايه اللي مزيتها دي؟ لا دي زبده لا ما انت حطها بقى على على النار. اه هي لازم تبقى ناشفه. هي لسه فيها شويه زبده، فتقدر انها مم. تتحمص شويه. ماشي حمصيها لنا كده اهو، حطها لك هنا. لا والله شابوه يا شيف. خطيره آه. وسهله وسريعه وحلوه، وانا بحب الحاجات الحلوه اللي بتتعمل دي قوي. امم يا امي لو بتتفرجي يعني لازم تجربيها. آه، معاذ، شفتي. معاذ اول حاجه احنا بنحييك جدا 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 جدا، وانا زعلان انا والشيف منك ان انت ما جيتش يا معاذ، وكل الجمهور وكل كان نفسنا الفانز اللي بجد. بيحبوك ده كان نفسنا حقيقي. كنت تيجي تضرب الكريمه. بالظبط. فهنستناك في مره تانية ان شاء الله. وعمار تحيه ليك برضو، وبشكركم جدا ان انتوا بعتوا لنا الاستاذ علي، شكرا. وبشكرك جدا يا علي بجد ان انت شكراً جيت حضرتك والله، جداً. واتمنى تكون اتبسطت معانا امم وعجبك اكلنا اه والله خطير. وعجبك برنامجنا. لا خطير والله هايل. ده كده كده مش محتاج كلام يعني. ما هتهزر أقدرش ولا إيه؟ أعترض. ميرسي على الزبده بقى، يعني اكيد إن طنط أنت هتبقى عايزة عملتها تاخد كده؟ الزبده دي. الكريمه بقى لما تتضرب جامد 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 جامد، طب انت لو فضلت تكمل شويه بجد هتقلب زبده. يعني هي كده خلاص، هي داخله على الزبده، هتفضل تنشف تنشف تنشف، بعدين هتفصل. تقلب زبده. تقلب هتفصل، هيبقى تحت فيه زي ميه كده احنا ميه عرفنا بيضه ان كده. لو مفيش زبده نضرب الكريمه جامد جدا. لو مفيش زبده في البيت يا جماعه الكريمه لازم تضرب جامد جدا والله وهتقلب لكم خلاص زبده. بقت زبده. يعني بالظبط. يعني وهتبقى على فكره لونها اصفر، يعني لما كمان تقعد اللون بقى تضربها بيتغير؟ تضربها لا بس عايز لأن ادريها ال- تاني. لان الدهون بتفصل منها. استفادوا من المعلومات، اسمعوا اسمعوا، دي آه، معلومات والله مهمه. دي احسن من الجامعه يعني. مش قوي كده. لا مش عايزين نودي التعليم في ها. انا بستفيد اكتر. وزي ما انتم شايفين دي كانت طريقه التقديم، حلوه وسهله وبسيطه وسريعه، وتقدروا تعملوها لكل الاطفال في البيت في وقت حلو او حاجه، وتبقى ديزرت كده لطيفه، ومكوناتها صحيه مش وحشه يعني خالص، معموله بكل الحاجات اهي. كفايه ان فيها عسل، ده حلو قوي وطعمها خطير. كفايه ان شيف امان هي اللي عاملاها، ده مثلاً. لوحده سلام يكفي يا اصلا. سلام. تعمل انت بتنقذ نفسك ها؟ مش عارف اعمل ايه في الكريمه دلوقتي ازاي. عمال افكر. لا بجد يا شيف والله تسلم ايدك، بجد حلوه قوي، ميرسي جدا يا وتنفع خالد. كفطار كمان صح؟ هي اصلا يعني اتس لايك فرنش توست. فرنش توست بينفع فطار قوي، اوكي. لان هو فيه كل العناصر، مهم. فيه بيض وفيه لبن وفيه جبنه. احنا عملناها علشان عملناها كريم تشيز، طبعا اللي باقي ده مش كريم تشيز، دي عملناها بس كده هاني كريم. اوكي احلى واحلى. بس هي المفروض تبقى يعني طبعا كريم تشيز، لا هي في كل عشان الحالات- بتديك الساورنس دي بتاعه الجبنه مم. الأسيديتي دي. ايوه هو ده. صور ناس الجبنه سامعين؟ يوميا بفطرها. قول تاني كده يعني معلش. صور ناس الجبنه ايوه صور نص الجبنه. ده على طول ده اهم حاجه صور نص الجبنه انا ده. بالليل لازم كوبايه الزبادي صور ناس الجبنه. بالظبط، ده في رمضان على كمان ما معدة- على اقدرش معدة أصحى فاضية. من غيره. وبشكركم جدا جدا ان انتوا كنتوا ضيوفي النهارده، واتمنى تكونوا اتبسطتوا زي ما انا اتبسطت بالظبط، طبعا. وانتوا كمان اتمنى تكونوا اتبسطتوا جدا جدا جدا. وبشكر استاذنا المخرج محمد مدني، اللي يعني كان احمد مدني اللي ما كانش معانا بقاله فتره ورجع لنا تاني، وكمان عم عزب، وكل القائمين على هذا البرنامج الاول على شاشات الشرق الاوسط كلها. استنوني الثلاث الجاي الساعه 6 في نفس الميعاد، انا والشيف اماني وضيوف جديده ان شاء الله. وبس كده وسلام.